أي عمل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لا بد من توفر شرطين فيه: أحدهما أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، والثاني أن يكون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. فكل واحد منا يراجع نفسه في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإن وجد هذين الشرطين فليحمد الله تبارك وتعالى. إذا لم يجد ذلك فعليه أن يراجع نفسه قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن توافي الله يوم القيامة وأنت من أهل الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. عملت العمل أردت به مدحة من الناس، عملت العمل مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصبح عليك ندامة، تصبح هذه الأعمال عليك حسرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.